النهارده هنقول لكم ازاي تقضوا يوم اسماعيليه 150 جنيه. ازاي نقضي اليوم في اسماعيليه ب 450 جنيه. هناخد الفلوس من حلمي كده كده، سواء بقى كل سمك ما كلش سمك. يا عم امان يا جدعان، امان. دي اول حاجه في الفلوج مبدئيا. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بدايه متاخره، المفروض كنا نبدا من بيتنا او عامه في اي مكان غير المكان اللي احنا فيه ده، بس احنا معايا اخواتي دكتور اسلام ودكتور اهليل. احنا رايحين اسماعيليه، لوكيشن غريب بس قشطه. مش ايه؟ لوكيشن غريب. انت تعرف حاجه هناك؟ يعني عامه فكره ان انا رايح اسماعيليه صوتك بقى انت زي ان انا رايح طنطا مثلا، رايح المحله، المنصوره. مفيش مش حاجه، مش مدينه سياحيه، مش رايح اعمل حاجه، بس احنا رايحين كده نقبل معانا ومع الديل بالذات ناكل سمك في اسماعيليه، فقلنا يلا عملنا يلا خلاص. يا جدعان نشوفوا اكله سمك النهارده طرش. انا عامه واحد من الناس اللي ما بيحبش السمك، بس لو ماشي انا جاي على تحدي. لا يعني هيعجبك ما تخافش، يعني لسه هنقرب يا اما على الصلاه على النبي، نطلع على الصلاه على النبي، يا اما ابو علي، وغالبا ابو علي لان الصلاه على النبي غالي قوي الصراحه. ايه احنا رايحين نثبت الاسماعيليه مش الاغنياء فقط، يعني عادي احنا ممكن وهسيب لكم الرقم الانستا بي بتاعنا على ده. وانا للاسف انا التور جايد النهارده، انا التور النهارده فاهم بتاع العيال، بما ان انا المفروض اهل امي من الاسماعيليه، ويعني رحت كذا مره وبتاع، هم اول مره. فايه المفروض هنشوف الدنيا سوا، يعني انا بالنسبه لي برضه اول مره اروح اسماعيليه سوا، يعني فاهم لوحدي اقصد. فيعني هنعيش وهنكتشف وهنشوفوا العجب. زي انا مثلا لما اجي اروح الفيوم، انا من الفيوم ما اعرفش حاجه هناك. اسهل حاجه وتعالوا يا جدعان النهارده هنوريكم ازاي تقضي يوم كامل في اسماعيليه ب 150 جنيه في 3، يعني 450 جنيه فطار غدا عشاء سناك ولا مؤاخذه. سناك. قلنا ان احنا هنوصل قبل ساعه ونص، يعني الطريق مش هيطول ان شاء الله، يعني هو سالك ان شاء الله. يعني الطريق فاضي يا عم. انا بص على صلاه جمعه طبيعي. ما دي مش مواعيد بقى بصراحه بقى. ما كانتش لازم تتبروز، دي مش مواعيد بصراحه. عمال اقول لكم يا جدعان بدري، يا جدعان بدري. حتى يا جدعان احنا اتفقنا ان احنا نتقابل بالسلام 7:30، بعد كده قلنا 8، لا خليناها 9. فانا نازل من بيتي الساعه 8، ركبت اول مواصله من قدام البيت الساعه 9. حلمي نزل من بيته الساعه 11، قنديل وصل السلام الساعه 10 بس. فاتحركنا الساعه 11 ونص 12 الا ربع كده، عقبال ما وصلنا لحلمي وعرفنا نجيبه عشان كان تايه في البرج يا اخوات اوعى ايه الدنيا يعني. فجأة كان حاجة فجأة، لا حاجة راسنا كده سبحان الله. طبعا بقالي كام يوم طالع لي حبايه هنا، هي عرفت ان انا محتاج وشي اليومين دول، فقالت بس خدني معاك يا زيتوني. تديك اعفاء الدم اللي في وشك، تديك اعفاء. لا لو كده انا عندي اللي هي فيك حبايه دي، ممكن انزل، ممكن الف فراولايه اليوم ده اصلا. بص يعني هو على حسب المنطقه اللي طالع فيها الحبايه هتاخد اعفاء، فانت يعني وزعها. هقسم انا معايا اصلا كيس كبير فيه ستيكرز كده. طب جامد جدا. حلمي فعلا موت ياسمين صبري، بس دي بتاعت ياسمين صبري السقا. ما دي بقى الجديده دي بتاعت هلمون. ما هي ياسمين صبري بقى بسببها خدت اعفاء من الجيش، خلي بالك. سحريه في الغالي عشان موضوع بالظبط. برافو عليك، انت متابع ما اصل انا كنت بتابع ازاي اخد اعفاء. عشان هي بنت فمالهاش جيش، بس عشان بطل فكانت بتخش، فالحبايه للاسف يعني ايه جامده قوي. ظبطتها ازاي كده؟ ظبطتها ازاي كده؟ ايه ده؟ هي عشان بطل فعلا قالوا هي دي. لو خدت اعفاء بجد انا هعزمكم على اكله سمك تاني. يا ابني انت بتذلني يالا. طب انا عشان ما بحبهاش. يعني طب اعمل اي اكله تانيه. ما بتحبش السمك؟ زي امي بقى تقعد تعمل سمك وسبانخ، سمك مع سبانخ. طبعا عامه يا جدعان ايه مشكلتك مع احنا ستيل على موقفنا. ازاي نقضي اليوم في اسماعيليه ب 450 جنيه. هناخد الفلوس من حلمي كده كده، سواء بقى كل سمك ما كلش سمك هو هيدفع على الدغري، واحنا ما دفعناش صحيح الميكروباص ده. 150 جنيه لسه كامله في جيبي. حسيت انه احنا بقى في بركه. حد باخد كابوريا؟ انا لا جمبري ولا انا جبتها قبل كده وما عرفتش اكلها، اديتها لحد كان معايا. اصل انا باكل صدفيات. انا بمسك حاجه اقعد اطلع منها حاجه. كان امان يا جدعان، امان.
دي اول حاجه في الفلوج مبدئيا. النهارده هنقول لكم ازاي تقضوا يوم اسماعيليه 150 جنيه. على الثلاثه. اوعى احنا 1 2 3 واحد 150. عايز اقول في مره واحنا رايحين، كنت رايحين مصيف، كنت انا صغير ساعتها قوي، مش فاكر كان في اسماعيليه او اسكندريه او يعني الحاجات اللي احنا كنا بنروحها دي، مش فاكر فين بالظبط. المهم يعني برضو احنا مسافرين في العربيه كده، فكنا قربنا على المكان، فقالوا لنا ايه البحر اهو يا احمد، يوم قلع بقى فجاه كده. فاللي هو انا لسه في العربيه فاهم، سواء البحر اهو خلاص يعني قلع يعني يا دوب. عايز اقول ان الارض الزراعيه بدات تظهر، بقينا نشوف اي حاجه، بس يعني طبعا ان احنا بدانا نوصل. انا اي محافظه بالنسبه لي بره القاهره هي ارض فلاحين. فلاحين، مع احترامي الكامل للفلاحين. نسيبنا اهلنا اصلا انا بالنسبه لي اي حاجه بره القاهره، حتى لو انا رايح الجونه، هي بالنسبه لي فلاحين. مع احترامي الكامل كنا سيبنا بقول اهلنا يا جدع. ايه حد بيتش فلاحين عمال. اللونجر في الليسكك في الليشتا شينا، اللونجر في الليسكك في الليشتا شينا. انا شايف وشك بيجيب الوان كده. والتانية ايوه بقى جطوس مجعمز في اللوشة يشبه لوطة. الشرقية نقلت تل ابيب ولا ايه؟ ايه اللغة دي يا اسطى؟ جطوس مجعمز في اللوشة يشبه لوطة. ترجم انزل يا مدير، انزل يا متصيد. فلاحين خليهم ينفعوك يا ولد. اهلنا سيبنا يا ابني. اهلنا بقول. طبعا احنا وصلنا، مش عارفين اي حد، مش عارفين اي حاجة هنا. احنا في موقف كبير مش عارفين اي حاجة. بغض النظر عن الموقف انا حاسس ان احنا هنخسر التحدي، لان احنا دافعين 45 جنيه مواصلات من 150. و حاسس ان يعني خلاص كده اليوم خلص اصلا. انا لو رجعت انا فلوسي خلصت. احنا رايح جاي بس المواصلات. انا اشرب شاي واروح كده في الموقف. انا عايز اعرف ايه التكاسي لون، ليه التكاسي لونها برتقاني كده؟ تيجي خال الجمعه الجايه فردة. نروح دمياط ناكل نشبك بس. وانت ايه فتش السفر ده؟ نروح بقى الجمعه اللي بعديها المحل ناكل سندوتشات مكرونه. انا صرفت فلوسي بجد. صرفت فلوسي بجد لاخر جنيه، انا ملط. امسك كده. باجي اسلام. رايحين بلاجات صح؟ صح. وراكبين تاكسي يا جدعان، مع احترامي يعني غريب جدا، لونه حجمه يعني الدركسيون بتاعه برضه انا عايز اوريكم. عربيته صدمه يعني، حاجه بالنسبه لي غريبه جدا. انا محتاج افكر 5 ثواني تاني عشان اهم حاجه بس احنا رايحين البلاجات، بعدها نطلع على مطعم ابو علي بتاع السمك. مفيش حد فينا بيحب السمك، بس يعني اتكلم عن نفسك يا حبيبي. انا بحب السمك يا ابني. انت البادجت بتاعك كام؟ بغض النظر عن احنا نازلين من بيتنا 150، صرفت منها قد كده، صرفت 190 في المواصلات. بغض النظر عن الماديات، لكن انا بحب السمك. مش كله في بيتكم بقى، انت هتقرفنا. يا جدعان حكمه للزمن كده بيقول لك اختار الصديق قبل الطريق. فانا من تجربتي يعني حابب اقول لكم ان انتوا ركزوا انتوا مسافرين مع مين، عشان ما حدش يغلط غلطتي يعني. بجد دي مش مناظر حد تسافر معاها. يعني حاولوا تختاروا الموضوع ده اسمها ايه؟ بعنايه. برافو عليك. بعنايه عامله يعني. محدش يستسهل الموضوع ده. محدش يستعجل برضه، لان في ناس الشباب اخر فتره بقت بتستعجل انها تلاقي اصحاب. ما تستعجلش عشان ما تبقاش زينا. احنا النسخه السيئه في روايه احدهم، واحدهم اللي هو اسلام. فما تستعجلش عشان ما تبقاش زيه. هو دلوقتي ندمان جدا. بس هو برضه هو خارج من التجربه مبسوط، لان هو برضه خرج من بيتهم شويه. بمناسبه الانبساط يا جدعان، برضه كنوع من انا شخص الناس فاكراني حد كويس وطيب والحاجات اللذيذه دي. فانا
النهارده الصبح ان انا توكسيك وخسرت حد. انا فرحت قوي بالموضوع ده، حسيت ان انا بعمل حاجه. خسرت. مش دايما طالع عامه بعت لي ستيكر ليه تأثير ليه ايه حاسس ان هو حسيت ان انا حاجه بالظبط يزعل يجي مني عامه في الحاجات دي. انت مازوخي؟ فالحمد لا توكسيك بس ماشي. فالحمد لله يعني. انا كنت عايز ان انت لو حد مش توكسيك يحاول ان هو يبقى توكسيك، لان ده المستقبل اصلا الفتره الجايه. بس انت لو شايف ان انت طيب فكل سنه وانت طيب يعني في حاجه ماشي. ابدا اعمل حاجات جديده. محطة يا اسطى يا اسطى. احنا في محطه اسماعيليه هنا، محطه اسماعيليه بتاعت القطر. فالمهم الفل هنا ابدا اعمل حاجه جديده غير ان انت تبقى طيب. ابدا بقى شوف اشتغل على نفسك. فلاحين يا ولاد. بس يا جدعان ما حدش يغلط فلاحين عشان دول حبايبنا ونسايبنا برضه. انا عايز هايلايت اول حته دي. الجو حلو بس انا اتاخرت ونزلت من غير ما اجيب جاكيت معايا في الشنطه. نزلت اجيب كل حاجه معايا عامه. نسيت اجيب الترايبود باللايت، نزلت اجيب جاكيت، نسيت اجيب كذا حاجه تانية مش فاكرها عامه لان انا نسيتها فاوريدي مش فاكرها يعني. فاي حد اي نصيحه اي حد عايز يسافر او خارج او عنده مشوار عامه بجد حضر له بجد. ما تبقاش بوهيمي، ما تبقاش اللي هو على الله. انا سهرت وعلى الله وكنت بعمل حاجات وكنت مشغول وصحيت ما كنتش عارف البس ايه، لميت دنيتي ونسيت حاجات وبتاع وحاجات مهمه يعني. فبجد انت وراك مشوار رتبه من قبلها بيوم على الاقل انت عشان تبقى مرتاح، تبقى الوقت معاك فاهمني. ما تبقاش زي حلمي. بس في نوع من النصايح برضو يا جدعان، حاولوا تتحركوا شويه في فتره الجامعه. ما تستنوش لبعد التخرج. والله حتى بعد التخرج، بس احنا بعد التخرج يعني احنا الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا ستيل شغالين سوا، فاحنا مع بعض. مش فارق بقى في الجامعه في الشغل، المهم ان احنا ستيل مع بعض. فده ساعدنا ان احنا نعرف وقتنا واحد، ظروفنا واحده، فلوسنا واحده. فعارفين نتحرك. الخصم بيبقى ثابت برضه. فكلنا يعني نفس الظروف عارفين نتحرك. غير لو كان بعد التخرج كل واحد فينا راح في حته كان هيبقى صعب شويه ان احنا نتجمع وكده. فانتوا استغلوا بقى فكره ان انتوا لسه طلبه وكده وحاولوا تتحركوا شويه، روحوا محافظات جديده. احنا النهارده مثلا جايين اسماعيليه، احنا مش بغض النظر عن اللي جاي يعني، احنا مش عارفين احنا جايين نعمل ايه. اسماعيليه بالنسبه لنا مش مدينه سياحيه يعني. هي عادي، هي حته جايين قنديل عايز اكل سمك فيها فقشطه يلا نروح بتاع، وبعدين رحنا وغيرنا وشفنا عرفنا الدنيا وبتاع. فحاولوا بجد السفر عامه حلو حتى لو محافظات قريبه يعني. عايزين برضو نقول حاجه عشان احنا دايما بنطلع نقول نفس الكلمتين عن ان انتوا ما تفوتوش فرصه ان انت لو صحابك معاك ما تفكسش يعني. لو في حاجه بتضمكم مع بعض او بتجمعكم ما تفكسهاش، ما تريحهاش عشان هي مش ثابته ومش دايما موجوده، وده بتبقى فتره. وقنديل عايز يقول كلمتين، ريحه السمك بدات تبان. يعني ما ده المهم. نرجع لحكمتنا. احنا مثلا زي ما اسلام قال لكم ان احنا الحمد لله ان الشغل جمعنا ببعض، واحنا كده عارفين ان هي فتره لان كل واحد فينا داخل الجيش كمان ايام. عايز تروح فين بقى؟ الحمد لله ان احنا الفتره اللي هي ما بين الكليه واللي قبل الجيش دي احنا كنا برضه خارجين اللي هو يا هنسيب صحابنا وبتاع. فالحمد لله ان ربنا كرمنا ان احنا نبقى قريبين من بعض لحد ما الحمد لله زهقنا من بعض اتوقع يعني، ومبقاش عندنا خلق لبعض. خلاص انا فتره. وصلنا مطعم الصلاة على النبي، ده اشهر مطعم سمك هنا. عامة الفيو جامد جدا، وانا مبسوط بالمكان صح يا عم. بس غالبا احنا كده هنتملط في الفلوس في ال 150 جنيه اللي احنا جايين. انا عايز اوريكم كده نظره بسيطه عن العربيات الواقفه، حاجات كده موديلات السنه يعني. واحنا جايين في تاكسي ضايو، علبه سردين اقسم بالله اوسخ تاكسي ركبته في حياتي.
يعني يا اسطى الاوكرا عامل حاطط يا اسطى الراجل عمال يبص لك وانت عمال تقول له العربيه ما اعرفش ايه والله العظيم الدركسيون صغير فشخ يا عم هو انت اللي سايق؟ لا يعني بس استغربت. الراجل باصص لنا ببص. فربنا يستر. غالبا احنا نوقف تاكسي تاني وهنروح لك نزلوا منها وخلاص. انا عارف ان هو اشتغلنا بعد كده لما اجي فاصل بعد كده محدش يتكلم. والنبي ما تفصل يا جدعان. يا اسطى يا جدعان انتوا مجانين يا جدعان. العيال دي بتدفع وخلاص. طب ما في فرصه والراجل هو شايفك سايح، شايفك لقطه، شايفك قرش. طب ما انت خليك شغال ونتكلم. لو كنا اتكلمنا فيها مع الراجل مش عشان فلوس بس، هي فكره سكيلز فاهمني؟ هي مش عندي. لا يا جدعان حلمي ما بيعرفش يفاصل، حلمي بيفاصل فعلا بس والله ما في مره نزل جنيه. والله عشان انتوا دايما بتطلعوا فجاه خلاص خلاص يا عم هي كده. حبيبنا نضحك عليه. لا ماشي يا عم اضحك بصمت من غير ما تتدخل في الكلام مع الراجل. الاسعار دي تمام معاك؟ ما انا ما اعرفش في اسعار السمك قبل كده. اسال ابويا بقى اقول له سمك امسك يا عم. بس انا شفت تلت ب 300. في ايه يعني؟ انت مبسوط بالله؟ لا يا عم الصلاة على النبي يا عم. مش عارف ولا صح. قول لنا الاسعار ايه؟ ما مش فاهم. مش فاهم. يا اسطى انت انا مش عايز أول مرة وجبات يا اسطى. ايوه فعلا انا مش عايز وجبات. انت عاوز ايه؟ عايز ولا مؤاخذه بالكيلو. وعايز بروست وعايز سمك عايز بروست. صواني. عايز بالكيلو جمبري. يا اسطى. وريني. بشكل طاجن بالكريمه. يعني مش عايز طواجن ونص، انا عايز اكل سمك. ما تقوليش بقى وايت صوص وبتاع، عايز سمك مقلي وماشي وحاجات كده. في فيليه بنيات. لا يا جدعان بنخش نطلب نص جمبري مشوي ونص مقلي وسوبيتو وكابوريا احنا بنخش انت البادجت بتاعتك تجيب ده النهارده؟ وضع عبيط يا جدعان. طب اقفلوا بقى نشوف الحكايه دي ونجي. طيب احنا نزلنا على الفاضي فراجعين تاني. الطريق الى بلد هاي. اي يعني بيشاور اصلا لتل ابيب. هي ساعه يعني احنا في فرق بيننا اصلا بحر ليه؟ احنا فين احنا؟ قناه السويس. قناه السويس دي اللي هي فين؟ بين الاحمر والابيض اللي هي بالعرض. ده انيل منك فاهم؟ ايوه اصل قناه السويس ما هي مش بحر، هي ربط بين البحر ده والبحر ده. عايز اقول ان يعني مع احترامي الحسني والمطاعم اللي هي زي دي لاند فيش او فيش لاند. في فيتش لاند قدام انا شفته واحنا جايين. بجد؟ ما احنا رايحين له اصلا، ما ده الطريق. ما احنا قلت لك تعالى نرجع تاني عشان احنا رايحين له دلوقتي. عامة هو الجو حلو. انا بس اللي مرضيني ان انا مزنوق لا مؤاخذه وشايل شنطه. الشنطه فيها 3 ازايز. كل واحد ازازه. يعني كل واحد اشترى ازازه افتكر ان محدش هيشتري. فلقينا ان كلنا. انت شايل ورك فرخه وده شايل ورك فرخه وانا اللي ماشي ببيت الفرخه. احنا فطرنا الساعه كام؟ انتوا فطرتوا الساعه كام؟ احنا فطرنا على 11 مثلا. انا فطران الساعه 9 يعني وميت من الجوع لان انا اكلت ولا مؤاخذه نص بطن. شفت الحوار ده انا اكلت ضرب البطاطس كله لوحده. وايه كميه الفرنه دي؟ هو في ايه؟ الاسماعيليه والسويس والبورسعيد كلهم كده فرنه. طالما البجعه دي طلعت ده معناه ان احنا خلاص بحر اهو. ريحه اليود. انا عايز اقول ان ريحه اليود دي بتعصب. عمو المراكبي وعمو المرخي الاثنين مع بعض جنب بعض. واحد وصلنا 2 3 وصلنا اسماعيليه. انا مش عامل العبط ده. فاجئته. يجيبوا حاجه يا اسطى. ناكل ايه؟ ناكل سمك. شايف بقول سمك ازاي وانا عيني كلها شهوه. في نار خارجه، في نار قايده في حواسنا. الشمس بتروح مني. الشمس بتروح مننا واحنا عايزين. الشمس اصلا رايحه من ساعه ما صحينا. عايز اقول ان اسماعيليه فيها شواطئ كتيره قوي كلها شبه بعض. في 12 واحد راكب ورا بعض في الموتوسيكل اللي عدى. بس المهم اسماعيليه بيركبوا على النمر. مفيش يعني الموتوسيكل كله بيبقى فاضي وبيركبوا على النمر مش عارف ليه. بس المهم ان احنا في 70,000 شاطئ. هنا المدرسه مدرسه الشاطئ بيزك جدا، يعني حاجه اللي هو في العادي. البيت ده جامد جدا. القصر ده جامد جدا. حاسس ان هو ماكت اصلا اللي هو كرتون وبيصوروا حاجه وهيلموه فاهم؟ زي الفل كده. احنا عند مطعم حسن ابو علي. احنا في مطعم اسمه مطعم حسن ابو علي، من احسن الاماكن الكويسه هنا في مصر في الاسماعيليه بتاع سمك. الشباب طبعا يعني مش فاهم حاجه في المنيو. الشباب مش فاهم حاجه في المنيو.
محتاجين ترجمه. حد محتاجين نكلم دياب. كلم شات بقى، كلم شات جي بي تي. نكلم دياب. كلم دياب يبعت لنا مرتب الشركه. ده الموضوع. احنا نشوف الناس دي هتودي في ايه نيجي، بس انا مش مطمن. انا مش مطمن نهائي. الا ابو علي جامد بصراحه. لسه هنشوف، ما دقتش حاجه بس الاسعار مش مبشره. عامة كده السمك يعني في معظم الأماكن بيبقى جامد، بس بيبقى فيه لمسة إيه اي مدينه ساحليه عامه السمك فيها بيكون حلو، بس هي الفكره ان احنا يعني ربنا يستر ما يقصش شيكه المرتب يعني. عشان انا عامة انا كده كده معيش مرتب. يتم توزيع الاكل، يتم تأسيس، يتم البلع. هيحصل دلوقتي حاجه. يتم البلع يا جدعان، انا الحاجات دي بتخوفني يا جدعان. انا بخاف من الحاجات دي. هي بص شكلها شبه البطاطسوية. انا بتفرج بطاطس اصلا. شكلها شبه البطاطسوية. ماشي يا عم. قايم زي انا ربنا يستر. ايه؟ دي الصراصير اللي كنت بحكي فيها. لا ايه يا اسطى؟ مش انا وده بتشرب من المعلقه مش انا. انا احطه في بق دلوقتي ما تضايقنيش. ما بتحبش الجمبري؟ الكلام ده؟ وبتقرف منه؟ هات الملح. اكيد ان انا هبقى عارفون من الشكل يعني. طبعا احنا فرتكنا الدنيا اتلمت، ما لحقناش عملنا التشمله، ما لحقناش نقول عشان نصور لان احنا رفعنا على طول. ودلوقتي احنا يا جدعان بجد مسقطين. بص ده سكران، ده سكران صعب انا عايز انام دلوقتي بجد. احنا انعسلين بطريقه صعبه. ربنا يستر على الشيك. يلا الحمد لله. طبعا احنا نسفنا الاكل، فرتكناه. احنا واكلين كميه فسفور، البحر الابيض والاحمر مخلصينه دلوقتي. اكلنا البحر كله البحر وسمكاته. فس واي حد من الصف. عايز اقول ان انا ماليش في السمك. ماليش في السمك، بس يعني عايز اقول ان السمك كله زي بعض. هو بص انا عاجبني الفيو. بص تعالى. ما ينفعش اخد سكرين. فالمهم انا حاسس ان انا فوق وحصلت ايه. احنا سقطنا بصراحه، مش قادرين. ان شاء الله هي تجربه لذيذه بس مكلفه، بس قشطه يعني. هنا عامل الزحمه. احنا عامه دافعين تلت المرتب يا جدعان، وده شيء مش لذيذ لان انا كنت عامل حسابي اسافر سفريتين كمان الشهر ده. فكده ما فيهاش بقى للاسف. وعايز اقول ان اسماعيليه مش لطيفه يعني، مش محافظه تجيها. انا كنت لو لسه بقول سافروا واتحركوا وبتاع، بس مش اسماعيليه. لا هو في حاجات اكيد تتعمل، بس احنا اللي ما سرشناش، هي هبت مننا. يلا سمك في اسماعيليه. هو بيزك قوي، بيزك سيرش سمك في اسماعيليه. يلا بس احنا مش عايزين بقى نروح مكان ما رجعنا يعني، عايزين نعمل حاجه جديده. انا هروح اقعد في اي حته فيها ميه عشان اشم بس ريحه الهندسه. المهم الاسماعيليه حلوه، بس احنا اللي كروتنا السيرشنج يعني. نزلنا كده اللي هو نزلنا اسماعيليه، نزلنا الموقف بتاع اسماعيليه وقعدنا بقى يعني اللي يلمنا. فعشان كده ما تنزلش بلد غير وانت عارف معالمها، او عارف ايه اشهر الاماكن الحلوه اللي هناك، او ايه الحاجات اللي انت تبقى عايز تجربها. قلنا 150 كل واحد. يا نهار ازرق، قعدنا نقول 150 100. هي عامه يوم في اسماعيليه ب 150 دولار. ده يا جماعه اسكندريه اسماعيليه طلعت للاغنياء فقط. وانا بحب الحاجات البيزكس عامه يعني. انا رحت طلبت سنجاري وفيليه عادي. سنجاري ورز يعني سمك عادي، لا جمبري ولا كابوري ولا حاجه. انا بقى لمعلوماتكم يا جدعان ما اعرفش، حلمي شخص بيزك قوي قوي. عارفين يعني قوي على فكره الرجاله اللي بحمالات والمؤاخذه سليبات. ايوه انا ماشي، ما هو انا ده انا وافتخر ان انا بيزك قوي. لا افتخر انه بيسلب. ما اختلفناش، هو السليبات حلوه وكل حاجه، بس هو عادي زي اسماء الاماكن هنا في الاسماعيليه. الناس اللي بتسمي الاسماعيليه يعني هم ما بيبدعوش يعني. مثلا احنا هنا احنا في اخر الشارع، مدرسه اخر الشارع، صيدليه اخر الشارع، هو كده ما فيش ابداع. كان في مدرسه على الشط سموها مدرسه الشط كده فجاه.
اتوقع كباب حلمي ده مثلا صاحب عمارة شارع اسمه حلمي عمل حلمي، او انا عارف ان انا معدي راح مدهنينه لان لسه طب يا جدعان كنا دخلنا قعدنا هنا. والله يعني والله جامد فشخ كباب حلمي. اللي كان على الجريل ده ما كانش ألذ حاجه، اتوقع الفيليه لو كان مقلي كان يبقى احلى. الفيليه او الفيليه اللي بالزبده هو حلو قوي وهو سخن، بس دسم بطريقه تقيله قوي يا اسطى. هو أوفر. حاطط يعني سمكتين مثلا على 2 كيلو زبده وكريمه لا هو اوفر بقى، هو غالبا ما لقاش طبق صغير فحط في الطبق اللي عنده كبير. فقال لك عمال يزيد. هو الغروب حلو قوي والالوان هنا بصوا جميله. بس عايزين نلحق بتصور. شايفين الالوان؟ يا رب الموبايل ما يفصل. يا مزاجنا. انا مش همشي تاني. انا نفسي اقعد. هما بيبيعوا موز فكه؟ ايه؟ بيبيعوا موز فكه؟ قول. يعني هنطلع على الشط ولا المعديه 6 كورنيش؟ ايه الفرق؟ خليها معديه 6 لو هي قاعده وهيصه يعني طالما وعليها في قهوه وفي الحالتين فيها بحر ماشي فاهم؟ انا عايز حته بس يعني اشم بس ريحه البيوت. هي مش عارف اسمها غالباً ايه جناين يا جدعان بلا التنايه اهي اسمها تنايه، لازم تقول تنايه اهي اهي. باذنك 3 حتت. انا عايز بس اوريكم حاجه. ده ترعه اسماعيليه دي اللي هي ترعه المنطقه عندنا، ده المفروض ان هو البحر، يعني ده بحر مش نيل مش ترعه، ده بحر. هم هنا قليل من البحر قوي وعامه. لا يا اسطى في ترع حاجه والبحر حاجه. يا عم ده مش ترعه، ده بحر. دي ترع. انت شوف على جوجل ماب هتلاقي ان معظم قناه السويس لفه كده الجزيره اللي احنا فيها دي، فهي داخله من هنا. طب هنشوف هنعمل ايه وهنجيلكم. طب احنا خلصنا اكل زي ما انتم شفتوا ودلوقتي رحنا على شاطئ الاسره. قدامنا بحر، قدامنا رجاله قلعه، قدامنا احنا، قدامنا عيال بسليبات. الحمد لله يعني استقرينا في مكان بعد لف ساعتين 3 بعد عناء. انا جاي مني اول على الشراب اللي انت انا هتشيل الكراسي ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ايه الحاجات دي؟ احنا على البحر، احنا على البحر. تعال ننزل قلع بقى. انت يا سخنان قلع بقالك. بقى. كنا محتاجين يا مزاجنا نيجي بدري ساعة. الدنيا كانت تبقى منوره وقروش. حلوه كده يا جدعان. بس فجأة الدنيا بتليل فاهم، فاحنا لو كنا جينا ساعة بس لذيذ والله. عايز نمسك نعمل قلب بقى اكتب حروف العيال الصحاب بسرعة. طب انا عايز اقلع الكوتش بجد. انا عايز اقلع عامه عشان مش قادر يعني. بس هبهدل الناس على الفاضي. وهنخسر رجلينا فين؟ زمن والميه زمانها ساقعه دلوقتي. صح؟ صح يا جماعه مبسوط بالسين. هي الدنيا لذيذه الصراحه. سينا اللي هناك دي لو ده شكل الشاطئ اللي العيال تنزل فيه كده وبتاع كنا ممكن بعد كده ناخد بس تلاميذه والناس دي وننزل وجمال واخوك ورجاله ونيجي. ما بس على شله سنه ثالثه اللي هي دلوقتي في رابعه، بس هي ثابته بالنسبه لي شله سنه ثالثه بتحصل ليه كده؟ ليه اخره هنا؟ بحبكم. ايه الجو الحر ده؟ انا عارف في كل حته عارف في كل حته عمال اعمل كده، بس انا عاجبني السين. مبسوط يعني. طبعا يا جماعه الشكل بالليل حاجه تانية، الدنيا بالليل حاجه تانية، واحنا فيو رائع. مش عارف انتوا شايفينه ولا لا لان اللايت جاي من ظهرنا، بس احنا مستمتعين. جو سقع واحنا زي ما قلنا استرخاء عضلي عصبي. ممتع، تصفية ذهن. الواحد حاسس يشتغل من هنا. تخيل لو الواحد يشتغل من هنا ما فيهاش شغل خالص. لا متعه كده، الواحد مش اي حاجه، قاعد ما فيش قدامه غير الشغل والبحر. فاهمني؟ انا قدامي غير الشغل وبحر بس. الجو جميل جدا. الدنيا بدات تسقع طبعا، الواحد زي ما قلنا مش عامل حسابه. خدت الجاكيت بتاع قنديل. اتوقع قنديل اصلا ساعات دلوقتي. لا كان كان لازم. الحمد لله قلطت لك معايا على فكره. قلت لي هو ولا انا؟ انت قلطت لك، انت طرطقت.
والله العظيم يا جدعان، يا جدعان الصحاب حبيبي الصحاب حبيبي يا حلمي، انت خيرك مغرقك. البحر ده يشهد. هو يعني البحر هو الاحمر عمال يشهد الحاجات دي. احنا 2 في مسألة واحدة. تقولي واحنا الدنيا كده، يعني الدنيا ضيقت مبقاش في غيرنا دلوقتي مش في غيرنا كاصحاب يعني، وعدد كاصحاب وعدد، ومفيش غيرنا في الشط اصلا. يعني انت بص مفيش غيرنا. احنا قاعدين احنا على البحر على طول، الدنيا خلاص. عامة عدم وجود يعني مفيش حد غيرنا ده باختيارنا. انا حابب اقول كده ان احنا لو عايزين اي حد هم كلهم موجودين، ويعني يتمنوا ان احنا نكلمهم او نعبرهم. ده بجد ده بجد ده بجد والله. فعلا يعني كان بجد. يعني احنا الحمد لله علاقتنا زي الفل مع كلها تقريبا، باستثناء كام حد كانت اتخانقت معاه. فاحنا اللي مختارين ان هي تكون ناشفه علينا، او ان احنا نقضيها لوحدنا فتره يعني. بس مش مطولين على الفتره دي الصراحه، عشان لان الموضوع الجيش مش ألذ داخل حاجة. والدنيا نشفت. ما بقاش ألذ حاجه، فمحتاجين. وهيبقى مش بارادتنا يعني. هو الجيش لا ده الجيش ده سكه تانية او حوار تاني خالص. فاحنا حاليا محتاجين ان هي نحاول نطريها ال 55 يوم الجايين دول لحد بنمشي تنشف غصب عننا يعني. بس الحمد لله الدنيا تمام يعني. انا بدات انعس. احنا بعد اكل السمك دي احنا اتقلنا خلاص. انا عايز انام. نديل خلاص. نديل قلبها حفله تكنو. هنروح نفطر دلوقتي وبعد كده نبلع. انا لسه مظبط. ناخد بيه التفكير. ولا يا مزاجك كده. يلا حفله هايب، عايز هايب. يلا كله يعمل كده. يلا الحاجه تشتغل بقى اهو بقى اهي. يلا حفله اهي، حفله كله شموع. يلا اضاءه. هو ده. طب ينفع اشغل؟ لا بدأنا بقى في النقاش بتاع ده يشغل. احنا خرجنا من الشط خلاص. طريقنا للبحر. تقول ايه؟ احنا رايقين. انا حاسس ان احنا كان ممكن نخش حاجه من الحاجات دي. ايه؟ حاسس ان احنا كان ممكن نخش حاجه من الحاجات دي. يعني وعامة محتاجه طلعه ثانيه اصغر. لا محتاجه طلعه ثانيه نعكس، نقعد على الميه الصبح ونبدا نتحرك بالليل، او نطلب الاكل ونقعد على البحر. دي تبقى جاحده برضه. بس ان جنرال يعني كان يوم لذيذ خفيف. انا هادي، كان يوم هادي وده كان مطلوب. السمك اتبسطت. بس وكده عرفناكم ازاي تقضوا يوم في اسماعيليه. $150 للشهر. بكليه ضمن كليه تاخد كيلو سمك. تلت مرتب تعرف تخرج في اسماعيليه. بس الشوربه ما كانتش ألذ حاجه يعني. انا اكلت شوربه، هي لو دي أحسن من شرب كده لو كتير. دي شرب فانا عامه انا كده في العموم. انا فجاه انا بقلب فجاه لقيت في كابوريا طالعه. انا بخاف بجد من كل الحاجات قسما بالله. انا فاكره قعر الطبق، فبعمل بالمعلقه سامع صوت شخلله، فبقلب كده فجاه لقيت كابوريا طالعه وعامله لي كده في المعلقه فجاه. لا والجمبري يا جدعان كان شنبه صعب كبير صعب اكبر من شنب كلبش في الثلاثه. يعني الموضوع صعب. يعني ده جمبري مثلا في القوات البحريه، فاهمني؟ اقل امين شرطه في بقاع الهامور. عملنا نفسي اشوف واحد فيكم بيفاصل لوك وفعلا مفيش. ده حلم بالمناسبه. ده حلم اللي بيعمل انت كده. اكتر واحد. دي حقيقة. اسمي فاكر السلام. مش هتكلم. لا عامة الحلم مفيش مرة جينا نشتري حاجة غير لما فاصل وخدها بسعره أو أغلى. والله العظيم ما بينزلش على الأقل بكون حاولت المحارة سيد الشرف المحارة. لا أنا مش شايف كده الصراحة. أنت خدوا يعني بذوق واحترام. وفي فرح في نخش الفرح. وفي فرح في لو في كاتون نخش عشان أنا ما حلتش. مش لاقي حتة حل فيها الصراحة. نخش. يلا نخش. انا عامه انا جاي مني عامه. طبعا اوعى فرحة الدلوعه قاعة روتانا. اللي عايز يعمل فرح قاعة روتانا هنا اسكندريه. اوعى الفرح اهو. سلام طيب. الناس قاعده زي ايوه
قصب على الصبح ده يا جدعان حكايه. محدش على انت رزيع. بس احنا يومنا كده خلص. رجعنا الموقف تاني بتاع الصبح. كان يوم لذيذ مع كان يوم هادي يا جدعان الحمد لله. عشان ما فيش ملاهي. لا ويوم بسيط صراحه يعني، يوم بيسك احلى جدا. حاجه. الخروجات اللذيذه البسيطه دي اللي بتيجي فجاه اصلا دي حلوه. احنا لحد الصبح كنا واقفين في الموقف مش عارفين نركب اسماعيليه ولا اسكندريه ولا مش لاقيين محافظه، مش لاقيين محافظه تلمنا. فده العربيه عامه محمله ركبناها. احنا لقيناه واقفه على ثلاث انفار رحنا رايحين. سنة اشاره. هي جت كده. الاسبوع الجاي ان شاء الله برضه هنعمل نفس الموضوع ده ونشوف اللي والنهارده يا جماعه احنا كده ورينا لكم تجربه مره واحده ازاي تقضي يوم اسماعيليه ب 1000 ونص 250. للاسف بقت 1000 ونص فجاه. الموضوع صعب. الموضوع صعب فجاه يعني. 1000 ونص من غير مواصلات بايظويه يعني. حاجه ثانيه. بس على 3 الواحد ب 500 ورقه ب 500 زي الفل. مش حكايه يعني. بس لو عايزين من الحاجات دي كتير اكتبوا لنا بقى ولايك وشير وسبسكرايب والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. احنا كده يعني احنا مش غراب، احنا اهل. بس سلام عشان نلحق بقى العربيه اللي هي طالعه دي. يلا سلام.